احتياجاتنا الغريزية الطبيعية اللي هم كنت بتكلم على المساحة مثلا، ان في ناس تقولك ايه، انا محتاجة يبقى بيني وبين التاني كده مسافة كبيرة قوي عشان احس ان انا منياش مغزية في مساحتي. وتلاقي الناس دي بالصدفة اللي هي مش صدفة خالص، لما مثلا تسافري مع حد فيهم ولد او بنت يعني، تلاقيه بياخد مساحة كبيرة قوي، صوته دايما مثلا عالي عشان يتكلم، عشان كل الناس تسمعه، عشان يحس ان هو ايه موجود. او تحسي ان هي مثلا ايه تخشي معاه الأوضة وتلاقي مثلا ان هي راحت فرشه في كل حاجه، شنطتها في حته، كل ادواتها بتاعه المكياج على الترابيزه اللي كان المفروض انتوا الاثنين تعملوا بيها، مش واخده بالها ان انت كمان معاها في الاوضه، فنص الترابيزه ليها ونص الترابيزه ليكي. صوتها عالي، دايما حاجتها في كل حته. باخد بالي ان احنا يعني كبني ادمين دايما اكتر حاجه بنتضايق منها او بننزعج منها هي الحاجه اللي احنا بنعملها. بالظبط. فتلاقي انك بتعملي كده من غير لما تدري، وبيتعمل فيكي كده. ففي احتياج لاخد مساحه. ليه؟ لان انا وانا صغيره مثلا، انا مره اتفرجت على واحده ست هي وجوزها واقفين على البحر. المنظر ده عمري ما هنساه. الولد كان عنده 4 سنين، حبيب قلبي زي الفل، فهو بياخد كميه حب برضو حلوه، يعني مش ان هو يعني اهله ما بيحبوهوش ولا ما بيدلوش حب، بس في الحته بتاعت الكنترول لا 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 لا، دول جبارين. انا قاعده على البحر وعماله اتفرج، فهي واقفه هنا وهو واقف هنا. الولد دخل الميه وعمال يتفرج على كل حاجه، وعمال يدور ويكتشف حاجات ومش عارفه ايه. فراحت الام واقفه كده والاب واقف كده، والعيل مش سامحين له ان هو يروح في اي حته في الميه الا من هنا لهنا بس، وهو يحاول يمشي منهم ويهرب وبيلعب معاهم بقى، يحاول يجري منها من هنا ويحاول يجري منها هنا، هي ترجع تجري له وتحطه في الحتة دي. انت في القالب ده بس. حاجة صعبة قوي. احنا مش دريانين الى اي مدى الحاجات الصغيرة دي، ما اللي بتعمل كده في ده بتعمل كده برضو في الاكل، بتعمل كده في البيت، بتعمل كده، ما تتحركش غير في الحتة دي، ما تتحركش غير في الأوضة دي، ما انت مسموح لك بس المساحة دي، ما تقربش من ده، ما تعملش ده. او اليومين دول الدنيا ماشية بالعكس، اديله كل حاجة، اعمله كل حاجة. فالعيال ما خدش كل حاجه، لو ما ادونوش كل حاجه، ما عندهم 15 20 سنه عملوا كل حاجه، ادوهم كل حاجه، فما عادش في اي حاجه ليها طعم.